اوكي جايز، جهزت وجيت قلت طالما انه اليوم رايحة عشاء بعد شوية وعندي وقت، قلت اقعد اسولف وياكم واقعد على اسئلتكم. وحدة كاتبت لي شنو رأيك على الناس اللي يدخلون بالناس وما يعرفون حياتهم الشخصية ويعلقون على اشكالهم وجسمهم وحياتهم وكل شيء بسلبية. انا بحس كتير مش حلوة وبكره ذي الفئة من الناس. هاي الفئة من الناس مستحيل لو اني اقعد اليوم من هسه بعد 100 سنة أقول إنه هذا التفكير غلط، وإحنا نعرف إنه هذا التفكير غلط. إحنا لما نتدخل هماتين بحياة العالم نعرف إنه هذا الشيء غلط. ولكن هاي الفئة من العالم ما حتتغير، بس أنت بينك وبين نفسك لازم تحاول تغير تفكيرك. وهذا الشيء كلش صعب إنه إحنا نكون الناس المثاليين اللي نقعد نفكر بطريقة إيجابية. أحيانا تعليقات العالم راح توصل لنا، أحيانا راح نتأذى منهم، ولكن بالنهاية مهما حاولنا وقلنا إنه هذا الشيء يأذينا، الناس ما حتتغير، كل واحد وطبعه. وبالنهاية أنت من تجي تعلق على شكل أحد أو على حياة أحد أو على مشكلة أحد، أنت ما تعرف شنو أكو ويا هذا الإنسان، شنو دا يصير وياه، شنو هو يحب شنو ما يحب. فانيويز لا تدخلون بحياة العالم، كونوا الشخص الأكبر، كونوا الشخص الأعقل، ولا تتدخلون بحياة العالم، ولا تعلقون على شكل أحد، لأنه يعني كل واحد وجسمه، كل واحد وحياته، إن كان نحيف، إن كان سمين، إن كان طويل، إن كان قصير، إن كان ما أعرف عنده عين كبيرة وعين صغيرة، إن كان خشمه كبير أو صغير، إن كان حنكه طويل أو قصير، خلص كل واحد وجسمه، كل واحد وحياته. ولكن قلت لكم إنه إذا تريدون تتخطون هذا الموضوع لازم تتخطونه ويا نفسكم، لازم تقولون إنه هذا الشيء ما أحبه لما أحد يقول لي هذا الشيء، ولكن هل راح أخلي كلام هاي العالم تأثر بي؟ لا. فتصدقوني كل شيء أو الهيلينج يبدأ من داخلنا. إحنا لازم نتشافى ويا نفسنا على مود كلام العالم ما يأثر بينا، بس يعني أحيانا يأثر، بس شو نسوي؟ نقولهم أوكي يلا باي. أصور لكم جولة في غرفتي. هو اسمعوا نفس السرير، actually نفس السرير ونفس المراية، كل شيء تاني مختلف. أكو تلفزيون، أحسكم already شفتوها من سناب، يعني ما أدري أسوي لكم إياها. هاي سريري، هاي بطانية ماما، هناك تلفزيوني أريد تجيب، هناك الخزانة سوري أكل مكناسة تمشوها، هنا أنا أتجهز، وهنا أنا مرايتي، وخلاص. هاي هي جولة في غرفتي. كنت ناطرة إنه أجيب شيء للتلفزيون على مود أسوي لكم جولة بالغرفة، وإنه أضيف شوية يعني أشياء، رغم إنه أنا غيرت شوية بالغرفة. يعني حطيت هذا الوال بيبر على أساس إنه شوية دا أغير بيها، حطيت كاربت قبل فترة، وقلت الشيء الوحيد اللي منتظرته إنه أجيب تي في يونت، يعني مكان مال التلفزيون اللي تحت التلفزيون، وما جبت لي هسه. فصار لي حرفيا سنة قاعدة في هذا البيت ما سويت لكم جولة في غرفتي، ولكن أريد أسوي لكم. فيمكن بس شوي أسوي رتوش بالغرفة وحركات بركات وأسوي لكم، بس أوريدي هسه شفتوا جولة على السريع. حبيبي صباح الخير. actually ما أعرف أكو فد وحدة يمكن أو شخصين. you know what، أنا قبل شوية قلت لكم إنه المفروض كلام العالم يأثر بيكم، بس أكو شخصين يمكن يقولون إنه ما يحبون هاي الجملة، فأنا صرت أحاول إنه يوم أقول لكم يوم ما أقول لكم. فما أدري، حتى أنا أحيانا شوية أمل من الكلمة، بس هي حلوة. حبيبي صباح الخير. اوكي جايز، ليه بطلتي تروحي الجيم وتهتمي بأكلك؟ مبدئيا الجيم الغلط اللي أنا سويته، سجلت شهر وكنت تقريبا كل يوم أروح، أوكي على الأقل 5 مرات بالأسبوع، كان شيء حلو، حسيت إنه أني رياضية وجسمي دا يتحرك. ولكن الغلط اللي سويته إنه بعد شهر التزمت، سجلت 6 أشهر. 6 أشهر بلشت أسحب فيهم، لأنه أسافر وأجي، وبعدين رمضان، وبعدين ظليت أسافر وأسحب. آخر شيء رحت قبل ما أروح لأمريكا، رجعت من أمريكا رحت للجيم، بعدين هسه رجعت سافرت رحت الجريس اليونان، فما رحت للجيم لأنه خلصت مالتي الاشتراك. والجيم بعيد، الجيم من بيتنا يمكن شي نص ساعة، فكنت أكسل. والمشكلة هماتي إنه الجيم يسكر بكير، يعني الجيم يسكر تقريبا الساعة 9 بالليل، فأنا بالعادة يعني إنه ما لحق أروح للجيم لأنه يسكر كلش بكير، وهو حلو وأنا أحب أروح الجيم لازم يكون شكله حلو، بس لأنه يسكر الساعة 9 بالليل، أحس إنه لو كانوا مطولين الوقت أرجع أشترك، أو يمكن أرجع أشترك شهر بشهر وألتزم بالبلاتيز you know.
وما اعرف مهتمه باكلي، يعني بدي احاول انه اهتم باكلي صراحه. ما راح اكذب، اي ثينك انه اخر شهرين مو كلش هوايه نحبت كلمة بالغلط لانه مو كلش هوايه مهتمه بالاكل، او مدى يعني اجتني فتره اي ثينك بنص هاي السنه كنت اكل اشياء كلش صحيه ومهتمه بصحتي، ولكن اي ثينك اخر شهرين والمشكله شنو انه اني من الاشخاص، اكو هواي اشخاص من يسافرون يسمنون، اني شخص من اسافر انحف لانه شويه بيكي ويا الاكل، شويه يعني ما اقدر اكل كل شيء، ما احب اكل كل شيء. ف بدي احاول هسه رجعت لدبي، راح اقعد بدبي، فراح احاول ارجع اهتم باكلي وبس. ها هي love you باي جايز. اكو هذا الشخص علق على فستاني قال ودي ارميه بالزبالة. والله احب هذا الفستان، يعني هذا فستاني المفضل، صار اشتريته يمكن قبل سنة وشوي، سنة ونص، سنة وشهرين ما اعرف قبل ايش قد، بس I love هذا فستان المفضل. احب هذا الفستان، مريح حلو بالنسبة لي، لونه اسود ولكن بشوية الوان، طويل، واني I like it. خلاص ما راح ارمي بالزبالة، راح البسه دائما، راح تشوفه انتي او انت ما اعرف. دولة حلمك تسافري لها؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه سافرت لكل الدول اللي جد كان حلمي اني اسافر لها. يعني مثلا كان ايطاليا، كان نفسي اشوف لندن، شفت لندن، رحت لايطاليا، اخر شيء كان اليونان، رحنا لليونان. ف ما ادري اذا اكو دولة نفسي اروح لها. نفسي ازور تونس لانه تونس الخضراء، وانه يعني تونس حلوة والطبيعة هناك حلوة، فنفسي انه ازور تونس. ونفسي انه ما اعرف ارجع لايطاليا لانه احس ما استكشفت ايطاليا كلش هوايه، وهذا بلدي المفضل كلش هوايه، احب ايطاليا. ف اي ثينك نفسي ارجع لايطاليا واشوف كل ايطاليا، واخذ هيك شهر اختفي وما اعرف، يعني اجيب بيتي كلش فيلا قديمه مثل الافلام واعيش بيها وما حد يعرف عني شيء، وكل يوم الصبح هيك اقعد واسوي الريوق والقهوه مالتي واطلع اتمشى بالحي واشتري خضروات واعيش هيك لوحدي شهر كامل. جايز جلسة حريم راح تنزل، اي ثينك راح انزلها باكر لانه اي ثينك اليوم نور راح تنزل احذر الحامل، فروحوا شوفوا احذر الحامل بس ينزل. وبكره حنزل لكم جلسة حريم لانه جلسة حريم كانت صراحة كلش حلوة اخر وحدة صورناها، فحنزلها اوكي بس tomorrow.